سمعت عن الفريق ده قبل كده؟ هايدنهايم. تعالوا احكي لكم عن الفريق اللي محدش يعرفه غير ياسين. هايدنهايم، الفريق العريق زي ما قال عنه عمرو نصوحي. هو اسمه ايه؟ مش هوفنهايم. هايدنهايم ممثل الكونفرنس ليج الاول، ممثل دولة ايه لو سمحت؟ المانيا. ودولة المانيا. ما شاء الله انت فريق عريق وكبير. خلينا نرجع للبداية. هايدنهايم هو فريق ألماني تأسس سنة 1846. 1846 يعني من زمان جدا، لكن الفريق ده ما كانش معروف في الكرة الاحترافية لحد آخر كام سنة بس. هايدنهايم قضى أغلب تاريخه في الدرجات الدنيا، وكتير ما كانوش يتخيلوا إن في يوم من الأيام هينافس الكبار في البوندسليجا. موسم 2022-2023 كان موسم للتاريخ بالنسبة لهايدنهايم. الفريق قدم مستوى ممتاز في الدرجة الثانية، وخطف بطاقة الصعود للجولة الأخيرة بطريقة مجنونة. مش بس صعدوا، لا ده تصدروا الدوري في اللحظات الحاسمة، حاجة خيالية. هايدنهايم بيلعب في ملعب اسمه فويس أرينا. الملعب ده صغير نسبيا، ساعته حوالي 15000 متفرج، لكن الاجواء هناك رهيبه. الجمهور بيشجع بكل حماس، ودايما بيكون اللاعب رقم 12 للفريق. وقائد السفينه دي كلها هو المدرب فرانك شميدت. الراجل ده قصه لوحده، بيدرب الفريق بقاله سنين طويله.